سيدات رمضان الكريم، اليوم سأقدم لكن شوربة الحريرة المغربية الشهية المثالية لمائدة الإفطار. نحتاج إلى طماطم مطحونة، عدس، حمص منقوع، قطع لحم صغيرة، كرفس، كزبرة وتوابل. نقوم بتشويح اللحم أولاً، ثم نضيف الطماطم والعدس والحمص ونتركها تنضج على نار هادئة. أخيراً نضيف الشعيرية وقليلاً من الدقيق المذاب للحصول على قوام غني. وبالصحة والعافية. منقدمها فوق طاولة الإفطار مع الثمر والشباكية. وبالصحة والعافية، إفطار شهي ومقبول. لا يكتمل الفطار في رمضان دون السمبوسة المقرمشة المقدمة مع الثمر والشباكية. نحضر الحشوة من اللحم المفروم والبصل والتوابل الشعرية الصينية والزيتون الأخضر المقطع. نقطع ورق السمبوسة على شكل طولي ونلفه بإحكام، نلصقه بالبيض حتى لا تتسرب الحشوة عند القلي. نقليها حتى تصبح ذهبية، وتقدم ساخنة مع الصوص المفضل إلى جانب الحريرة والثمر وباقي أطباق.